السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. احنا دائما نحاول نصيد الناس وهي كذا منشغله قبل المباراه. لسه في بدايه المباراه. بنرتب الاوضاع. ممتاز. الله يوفقنا وياك ان شاء الله يا رب. منين الاستاذ؟ من مصر. اجدع ناس يا عم. كندا. لا كندا هاف كندا هاف مصر. You have Canada and have Masr. Okay. You? Canada and Masr. Egypt. ممتاز. طيب. Do you like الهلال? يس Why? Why do you like الهلال؟ عشان نيمار. عشان نيمار. ماشي. طيب أستاذ الكريم. ما شاء الله كم مباراة حضرتها في الملعب للهلال؟ الهلال دي تاني مباراه. ثاني مباراة. شعورك وانت تحضرها في الملعب زي لما لا يكون طبعا، لا شعور الملعب مختلف تماما. طيب الشباب دول بيشجعونا اجباري، احنا اجباري لازم نيجي نشوف المباراه. ما شاء الله تبارك يعني الله يحفظهم هم لك. متحمسين شويه. طيب تتوقع هم ثلاثة، تتوقع النتيجة 3 اليوم؟ انا متوقع نتيجه كويسه للهلال ان شاء الله. ان شاء الله. طيب امس اعلن سعادة المستشار تركي آل الشيخ انه حيكون للهلال ملعب خاص فيه، والملعب حيكون مكيف، الملعب حيكون ضمن أنشطة البوليفار، فبالتالي أنت لما تروح أنت وأسرتك حتلاقي فرص أنك أنت تستمتع بأجواء عائلية قبل المباراة وأثناء المباراة، لأن الملعب حيكون مكيف. أنت رأيك الآن بهذا الشيء، إيش يعني لك هذا الشيء؟ طبعا ده أولا هو إضافة للبنية الأساسية الرياضية اللي موجودة في المملكة. يعني فريق الهلال فريق يمكن رقم واحد، أقول لك يعني مش في المملكة العربية السعودية، لكن رقم واحد يمكن في الشرق الأوسط حاليا. القيمة التسويقية للاعبين زي ما أنت شايف يحتاج إن يكون ليه فعلا استاد أو ملعب مستقل أو خاص فيه. يعني إحنا بننتقل بدوري عالمي وليس دوري محلي فإن شاء الله هيبقى نقلة يعني كويسة، وهيبقى الأمر يعني من ضمن منظومة الرياضة اللي بتكبر في المملكة. شكرا لك، تشرفنا فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. شكرا.